ملخص ترند ميار الببلاوي بسرعه من غير رغي. الاول ابتدى بانها طلعت مع العرافه وقالت طلقت كم مره؟ طلقني كتير واتجوزنا كتير. 11 مره صح؟ معلوماتي صح؟ طلقنا. على طول الشيخ محمد ابو بكر طلع وقال فالزواج باطل يا ست ميار، والرجوع باطل يا ست ميار، وما عندناش طلاق في الاسلام اسمه 11 مره. بصوا خلينا نتفق ان 11 مره كتير، بس هل ممكن تحصل ولا لا؟ وطالما في امل ولو 1% انها تكون صادقه، ما ينفعش انا احكم على نيتها واقول لها جوازك باطل واللي انت عايشه فيه ده كله كان زنا. عشان كده طلعت ميار الببلاوي وحاولت توضح للناس على السوشيال ميديا. انا وانا صغيره اتجوزت عبد الله الكاتب، اتجوزت انا وهو يوم 9/10/1996 شهر و27 يوم. اهو اتطلقت 96 17 96. اتجوزت بعدها اسيب الجواز بعد بقى. انا اتطلقت 96، قعدت كام سنه عشان المحلل، عشان الطلاق المحلل اللي انا باخده يومين يا شيخ. اول جواز ليا جوازي من ابو ابني كان سنة 99، يعني بعد 3 سنين من الطلاق. أنا اتطلقت 2003 من أبو ابني، وقعدت من 2003 اللي هو لحد 2007. اتجوزته 2007 واتطلقنا. الراجل في أمان الله اتطلقنا اتجوزنا 2007 واتطلقت منه 2013. اهو اتطلقت 2012 واتجوزت بعد ما اتطلقت منه بسنه. بعدها بشويه قلت لا، الفرصه هتضيع مني، الوقت انتوا عارفين وقت الست الحمل. قمت جريت وقمت جايبه، قلت اتجوز تاني. اتجوزت واحد زميلي، فرق السن بيننا ما خلتنيش كل الوقت. والله العظيم انا ما يفرق معايا ميار ولا الشيخ محمد، بس هي نفسها لو كانت راحت بالمساله دي لحد من دار الافتاء كان قاعد يقول لها احكي لي تاني وقولي لي واعملي، مش ياخد فيديو من على اليوتيوب ويفتي عليه ويقول ان حياتها كلها في الزنا. كون انها مش معترفه انها عملت اي محلل، احنا ما نقدرش نخش في نيتها ونقول لها لا انت كنت قاصده. مفيش محلل، لعن الله المحلل ومحلل له، وما فيش كده. واذا كانت هي ممكن تكون اخطات، فالاكيد ان الشيخ محمد اخطا. الشيخ محمد ابو بكر افتى بان زيجاتها كلها باطله، وان اللي هي عاشت فيه ده مع ازواجها حرام، يعني زنا. ايه ده يا شيخ؟ اخيرا للشيخ محمد ابو بكر مش هيمنعك انك تطلع تقول لنا انها قالت لك بلسانها انها اتجوزت محلل، او ان انت اسف ان انت قلت حاجه غلط، الا حاجه واحده بس، الكبر. ونعوذ بالله كلنا من الكبر. يا تطلع تاكد المعلومه اللي انت قلتها ان اللي هي الحياه اللي هي عاشتها دي كلها كانت زنا بمعلومه اكيده هي قالتها لك، يا اما تطلع تعتذر وتقول عادي كلنا بنخطأ، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون.